اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله هنعرف المسميات بتاع القنوات الافقي والرأسي، عشان مثلا لو انا جالي ريسيفر قاطع قنوات مثلا افقي او قاطع قنوات رأسي، ابقى انا عارف انا بدور على ايه. طب لما اجيب قناة مثلا اللي هي قناة الفي او الفيرتيكال او الهوريزونتال، او ابقى عارف دي فولتها كام ودي فولتها كام، يعني ابقى ادور على علم. فده اللي احنا هنعرفه النهارده، وهنجيب ريسيفر ونجرب عليه ونقيس الفولت بتاعه ان شاء الله مع بعض. ليه انا بعمل الفيديو ده؟ عشان في ناس كتير ما تعرفش الاكواد او الحروف او الارقام دي. فطبعا احنا هنعمل الفيديو ده عشان كده. طيب، انا عندي القنوات اللي هي الهوريزونتال. ايه الهوريزونتال؟ اللي هي القنوات الافقي. الافقي بيرمز لها بالرمز اتش. تمام كده. طيب بتديني قد ايه؟ المفروض ان هي تديني 18 فولت. يبقى القنوات الافقية المفروض ان هي خارج التيونر تدي معايا 18 فولت. تمام كده. طيب نخش بقى على القنوات اللي هي الفيرتيكال. ايه هي الفيرتيكال؟ الفيرتيكال اللي هي الرأسي، اللي هي برمز لها بالرمز في. طيب رأسي او عمودي دول واحد. تمام كده. يبقى فيرتيكال يبقى في، رأسي او عمودي. طب المفروض ان القنوات الرأس دي تديني كام؟ تديني 13 فولت. تمام كده يا اصدقاء. اقولهم مرة على السريع، بعد كده نقيس على الرسيفر، نجيب رسيفر ونقيس عليه. تمام كده. طيب الهوريزونتال يعني افقي، والافقي بيرمز لها بالرمز اتش. طيب المفروض تدي معايا كام فولت من خارج التيونر؟ المفروض تدي معايا 18 فولت. 18 فولت اعرف ان دي قناة هوريزونتال او قناة افقية. تمام كده. طيب الفيرتيكال يعني رأسي او عمودي، ترمز لها بالرمز في، بتدي معايا 13 فولت. يعني انا لو شفت في خارج التيونر 13 فولت اعرف ان دي قناة رأسي او فيرتيكال. تمام كده. طيب هنجيب ريسيفر معانا اهو. ده ريسيفر يا اصدقاء اهو، وهنوصل ده الشحن بتاعه. هنوصل كده اهو، كده وصلنا. هيبدأ يشتغل معانا دلوقتي. كده اشتغل معانا اهو، جاب معايا رقم واحد. طيب هنجيب الافوميتر بتاعنا على وضع 20 فولت. طبعا 13 فولت و18 فولت، فطبعا اقل من ال20، فانا هظبط الافوميتر بتاعي على 20 فولت. طيب هاجي بقى على خارج التيونر كده، وضع الطرف السالب على سالب او على الجسم بتاع التيونر كده، والموجب طبعا بيبقى في المنتصف. طيب هقيس كده. اعطيني كام يا اصدقاء؟ 18 ونص. قلنا ال18 دي اللي هي بتبقى ايه؟ تبقى افق اهي. يبقى دي كده على الوضع الحالي دي قناة هوريزونتال افقي. تمام، 18 فولت. طيب هغير اجيب قناة تاني كده. نجيب قناة تاني كده رقم 2 مثلا. هقيس كده اهو. هنشوف ادي رقم 2 اهوت يا اصدقاء. هنضع برضو المجسات كده اهو. برضو دي قناة كده ايه افقية. طب انا هسيب بقى المجسات ثابتة كده واقلب بالريموت عشان نشوف هل هيتغير معانا ولا لا. طيب 3 دي برضو قناة افقية او هوريزونتال او اتش، نخلي بالنا من الحاجات دي. طيب 5 برضو قناة افقية. 6 نفس الكلام. 7 نفس الكلام. 8 نفس الكلام. 9 نفس الكلام. 10 برضو قناة افقية. 11 12 13 14. كل دي كده قنوات ايه يا اصدقاء؟ قنوات افقي او هوريزونتال. تمام. طيب رقم 16 جابت معانا كام بقى؟ جابت معانا 13 فولت او 13 ونص. يبقى دي قناة ايه؟ قناة فيرتيكال او قناة رأسي. تمام كده. طيب اللي بعدها 17 جابت معانا كام؟ اثبت بس المجسات كده. جابت معانا كام؟ برضو 13. يبقى دي برضو قناة فيرتيكال.
18 برضو جايبة معانا 18 فولت، يبقى دي هوريزونتال اللي هي اتش اللي هي افقي مديانا 18 فولت. زي ما شفنا كده يا اصدقاء، دي كده مجموعة من القنوات عرفناها. يبقى انا لما يجيني رسيفر زي كده ومثلا يبقى قاطع قنوات افقي او قنوات رأسي او قنوات هوريزونتال او قنوات فيرتيكال، ابقى عارف انا بدور عليه. يبقى لما اجيب القناة يبقى انا عارف ان مثلا على القناة دي المفروض ان هو هيديني مثلا 18 فولت، او على القناة دي المفروض ان هو هيديني 13 فولت. يبقى هتسهل معايا في صيانة الرسيفر. ولازم برضو ادام في المجال ده يبقى لازم اعرف الاسماء والحروف والفولت بتاعها عشان ابقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. ده كده كان فيديو بسيط حبيت اوضحه لحضراتكم اللي طبعا ما يعرفش الاسماء والحروف والفولت ده. ارجو اكون قدمت معلومه بسيطه. لو استفدت من الفيديو يا ريت تدعمنا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصريه. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.